السلام عليكم الاخوان، كي دايرين بخير؟ رمضان كريم، دخل عليكم الصحة والسلامة. تقبل الله منا صيامكم وقيامكم ان شاء الله في هذه الشهر 10 الاواخر من شهر رمضان الكريم. ان شاء الله في هذا الموضوع هذا غادي نهضروا على واحد النقطة اللي هو سيدهم شاب بلال. سولات واحد الصحفي قالت له شكون اللي غتشجع في المنتخب، يعني واش المنتخب المغربي ولا المنتخب ديال فرنسي؟ بكل تواضع بكل اريحيه جاوبها، قال لي غادي نشجع المنتخب الفرنسي. يعني اي واحد راه ما كينساش الاصل ديالو، لان فرنسا هي اللي دمراتهم، فرنسا هي اللي قتلاتهم، قتلات كما كيقولوا هنا مليون مليون شهيد، ولا كيف كيقولوا ليها همايا. ما عرفوش بانهم ان دمراتهم فرنسا 150 سنه هي مستعمراهم. يعني ماشي زعما يجي يقول حق المغرب دوله مجاوره، دوله عربيه، شاركنا دم واحد. بالرغم ان الشاب بلال عاش في المغرب، يعني اي مهرجان اللي كيكون في المغرب كيكون هو الاول. كان في مهرجان سعيديه، كان في مهرجان وجده، كان في العرايش، هو فمو كيصرح بهذا الشيء هذا. ولكن بنادم ما كيفكرش، ماشي يقول حشومه علاش غادي نمشي مثلا نشجع فرنسا. انا كجزائري مثلا، ولا انا كمغربي، ولا انا كمصري كتونسي، غنشجع دوله عربيه لان دوله مسلمه. ما نشجعش انا دوله يهوديه، خصوصا فرنسا. كما شاف ماكرون كلشي عرف بان الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيبغي يدمر الاسلام والعرب. اخويا انت منين باغي تشجع فرنسا؟ علاش كتجي المغرب؟ اول حاجه علاش كتجي المغرب؟ علاش؟ خويا بقى في بلادك، سير لفرنسا. ما تجيش اخويا، ما تجيش لعندنا هنا كاع، ما تجيش لمروك كاع، وبزاف عليك المغرب، بزاف عليك باش تجي هنايا باش تعيش. انا كنعرف بنادم يكون نفسه ميته، تكون نفسه حاره، ما يجيش لهنا. واخا يقولوا لك سير مثلا، ما نقول لا، يعني دوله ما كتحملهاش ما تجيش اخويا. سير اخويا فرنسا وعيش فيها، موت فيها، شغلك هذاك، حياتك هذيك. ولكن باش تجي تقول لهم حقا غنشجع فرنسا على المغرب، هذا راه اهانه هذه، وكتستفز المغاربه وكتستفز العرب بصفه عامه. وكاين بعض الجزائريين كيحبوا المغرب، لانه هو بحال دابا هو حنا عندنا دابا مثلا الشاب فوديل، عندنا شاب خالد، عندنا الرضا الطلياني، عايشين مزوجين مغربيات وعايشين في الامان والسلام. ولكن انت باش تجي بقات بطانقه، راه العيالات كون كنتي بعدا مسلم كاع ما دير هذيك الزواقه في ودنك. هذا هو الاسلام. قال لك اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. انت كتعرف شي الدين بعدا، كتعرف شي اسلام انت؟ وكنتي كتعرفها كاع ما دير هذيك الطانقه في ودنك. كيدير على الشميت اللي كيديروا هذيك الطانقه، ماشي غير شي الرجال. اما اللي راجل كيبقى راجل، كيبقى حر في نفسه. طاليه طانقه زعما طفروا. وراه النساء، لعن الله متشبه بالنساء. تقرا القران وقرا الاحاديث وغتعرف شنو كاين. ولكن ديالكم اصلا نتوما ما عارفين حتى شي حاجه. اغلب ديالكم نتوما راه عايشين مع اليهود، عايشين مع ماكم فرنسا. فرنسا نيت دابا مطفرينه كلشي على العنصريه. كيسبوا في الجزائريين ويسبوا في المغرب ويسبوا في توانسه ويسبوا في المصريين، كيقول لك ما تجيوش لعندنا. انت كتقول نشجع فرنسا؟ سير شجع خالتك حتى هي شجعها، شجع عمك ماكرو حتى هو شجعو. ماشي غير هما، ماشي غير. ولكن فيك نفس ما تجيش المغرب. غنزيد نعاود وغنقولها، ما تجيش. نفسك الا كان فيك حار، النفس حاره، ما تجيش المغرب. وكنتمنى من الناس المسؤولين ديال المغاربه ما بقاش يعيطوا بحال هاد النماذج هادو، بحال هاد الميكروبين مكارم، ما يعيطوش ليهم. بنادم اللي كيفكر في المصلحه ديالو ما عنده ما يدير به، كيفكر في الفلوس. سير دابا تبع لي التفاهات وتبع لي الزهو. وكنتي بعد ع راجل، غنقول بنادم كينسى الخير ديالو. يا ودي الانسان ود، بزاف عليك تكون عربي. العرب كيعترف بها عربي،
أما بنادم اللي منافق راه كيبقى منافق. المهم كنطلب من الناس المسؤولين المغاربة بحال هاد الناس، هاد النماذج هادو يهملوهم، مابقاش يعيطوا ليهم. خط أحمر، سطر عليه الخط الأحمر، ما يبقاش يجي عندنا بحال هاد النماذج هادو يدخلوا عندنا المغرب. صافي إلا كانت عنده الجنسية مغربية ولا كان عنده شي قطعوه له، يمشي بحالاتو. السلام عليكم.